السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير وبكل حب. الإخوة المغاربة يقولون المملكة المغربية الشريفة، فرد عليهم إخوتنا في الجزائر فقالوا الجزائر العظمى. وبين المملكة المغربية الشريفة والجزائر العظمى أخذت أنا أوراقي وأقلامي ورحت أفتش وأبحث عن من يستحق العظمة أو أن يكون شريفا. فأهلا وسهلا بحضراتكم. التاريخ المغربي قديم، يضرب بجذوره في أعماق التاريخ في آلاف السنين قبل الميلاد بميلاد، وبالتالي من المستحيل أن أنا أوجز التاريخ المغربي في حلقة أو حلقتين. سأحتاج إلى أوراق وأقلام لا حصر لها ولا قبل لي لها الآن، لكن سأتوقف عند بعض النقاط والصفحات التي تؤكد على أن المملكة شريفة. الأسرة العلوية التي تحكم الآن يعود نسبها إلى البيت النبوي الشريف، وبالتالي هي مملكة شريفة. حين تذهب إلى فاس وتقترب من جامعة القرويين عليك أن تخلع نعليك، فأنت أمام أقدم جامعات العالم. حينما تذهب إلى غرب إفريقيا، إلى السنغال وإلى مالي وهذه الأصقاع البعيدة، وتسمع الأذان وترى المساجد وترى المسلمين في هذه البلاد، عليك أن تتأكد أنها مملكة شريفة، لأن رجالها وتجارها وعلمائها هم من حملوا الإسلام إلى هذه المناطق. حين تذهب إلى غرب أوروبا وتحديدا أسبانيا وترى الآثار والحضارة الإسلامية، عليك أن تتأكد أنها مملكة شريفة، لأن رجالها هم من أقاموا الحضارة في هذه البلاد. حينما تضع يدك على خارطة الممالك القديمة وأقدم ممالك العالم، ستجد المملكة المغربية تتقدمهم من السنغال غربا حتى ليبيا شرقا، وفي الشمال حتى الأندلس مع الحدود الفرنسية. تأكد أنها مملكة شريفة حينما تجد العلاقة المحترمة والجميلة والود والبيعة الممتدة عبر آلاف السنين بين شعب هذه البلاد وملوكها. تأكد أنها مملكة شريفة حينما تصر الدولة على الحفاظ على سيادتها وتحقيق أهدافها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتسير بأمن وأمان واستقرار سياسي واجتماعي واقتصادي. تأكد أنها مملكة شريفة. حين يتمنى الكثير من سكان المعمورة أن يأتوا إلى هذه البلاد لينعموا بضيافة وكرم وجمال طبيعتها وكرم أهلها، فتأكد أنها مملكة شريفة. حين بحثت في التاريخ الجزائري وجدته مقفهرا كصحرائه، ولذلك أجد نفسي للأسف أتسق مع ما قاله السيد ماكرون حين ذكر أن الجزائر لم تكن أمة قبل الاحتلال الفرنسي لها. ولما لا؟ والجزائر للأسف لم تشهد قيام دولة مركزية عبر تاريخها قبل الاستعمار، بمعنى لم أرى ولم أقرأ ولم أتوصل إلى أن الجزائر أو الرقعة التي تشغلها الآن الدولة الجزائرية شهدت قيام دولة وحكومة مركزية تدير شؤون البلاد والموارد والمقومات. وبالتالي من أين لكم بالعظمة؟ هل العظمة لكبر حجم مساحة الدولة؟ هل العظمة من احتلال دام ل 130 سنة من قبل فرنسا؟ هذا العظمة من عدد شهداء يصل إلى 2 مليون شهيد كما تدعون؟ هذا العظمة من حكم جنرالات مستبدين دكتاتوريين متحكمين؟ هل العظمة من عشرية سوداء قتل فيها أكثر من 4 مليون جزائري؟ هل العظمة من أن ثلثي أو نصف الجيش الفرنسي المحتل كانوا من أبناء الجزائر؟
هذه العظمة من سيادة تنتهك كل ساعة والتانية من جانب المحتل السابق فرنسا. هذه العظمة من المليارات اللي أنفقت من مال الشعب على جبهة انفصالية نكاية في الدولة الجار. هذه العظمة من تدهور الأحوال الاقتصادية والطوابير التي لا تنتهي، ومستوى المستشفيات والمدارس الذي لا يرقى بدولة دخلها الاقتصادي يوازي دخل دول أخرى سكانها أفضل حالا من الجزائريين. هل هي العظمة؟ فاعتقادي أن العظمة مرض يعشش في عقول ونفوس المرضى من أن لهم جارة مملكة شريفة. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.